الحضور الكريم، الآباء الأجلاء، الأب الخور إسقف فارس تمس، الأب جورج شحولة، الأب دانيال صباغ، الأب رائد فاضل جبو، الأب دريد بربر، الأب اسطيفانوس الكاتب، الأخوات الراهبات، أهلا بكم. السيدات والسادة، كل حسب موقعه، سلام الرب معكم جميعا. يسرنا ويشرفنا أن نرحب بكم في اليوم الافتتاحي الأول لاحتفالية اليوبيل الفضي لتأسيس دار ماربولس للخدمات الكنسية. 25 عاماً من العطاء والبذل، هذا الصرح الذي بات علامة مضيئة في مسيرة الخدمة والتجدد. إن احتفالنا اليوم باليوبيل الفضي ليس مجرد ذكرى زمنية، بل هو محطة للتأمل في مسيرة ربع قرن من العمل المخلص والتفاني في خدمة الكنيسة والمجتمع. 25 عاماً سطرت خلالها صفحات من الإنجاز والإبداع، وساهمت في ترسيخ حضور دار ماربولس كمركز حيوي ومؤثر في الحقلين الثقافي والاجتماعي، وخصوصاً أيضاً الحقل الديني. لقد استطاع دار ماربولس بجهود القائمين عليه أن يسهم بفعالية في النهضة الثقافية المحلية، وأن يكون حاضناً للفكر والمعرفة، ومنبراً لنشر الفنون والقيم النبيلة. فكان بحق بيتاً يحتضن الجميع ويعمل من أجل الجميع. لا يسعنا في هذه اللحظة إلا أن نتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح مسيرة الدار، من مؤسسين وإداريين وكهنة وعاملين ومبدعين، ممن قدموا من وقتهم وجهدهم وعلمهم بمحبة وإخلاص. ختاماً، نصلي ونتضرع للرب أن يبقى دار ماربولس منارة تشع نوراً وإلهاماً، وأن يكون المستقبل حافلاً بالثمار المباركة لهذا البيت في خدمة الكنيسة والمجتمع على حد سواء. دمتم بخير، وكل عام ودار ماربولس بألف خير. ندعو الآن الخور إسقف الدكتور فارس تمس مرشد دار ماربولس ليقرأ كلمته. مساء الخير أحبائي. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح ولنتهلل به. إخوتي الكهنة، أخواتي الراهبات، أيها الأحباء، يطيب لي أن أشارككم فرحة الاحتفال باليوبيل الفضي لمركزنا الكنسي الروحي الاجتماعي الثقافي دار ماربولس للخدمات الكنسية، الذي أبصر نوره وباءه مع إطلالة الألف الثالث في بغداد مزامير عرسها الروحي في أمسية حالمة ساطعة الأنوار. ففي مساء الخميس المصادف 29 من شهر حزيران عام 2000، وبمناسبة عيد القديسين الرسولين بطرس وبولس هامتي الرسل، تم افتتاح الدار، حيث أطلقت بغداد صرختها النبوية هاتفة أن على الكنيسة أن تبذل الأقصى من أجل نشر كلمة الإنجيل، وأن تتخذ كنيسة بيت خديدة بولس الرسول اسماً لدارها الجليل المهيوب، إنما تجدد عهد الاقتداء بمسيرة رسول الأمم لنشر الكلمة، وأن يبقى صدى قول المشير الويل لي إن لم أبشر، يدوي في أعماقنا وأعماق أجيالنا مدى الأزمان والدهور، ليؤجج فيها الغيرة النبوية في نشر كلمة الرب المحية في كل العالم. في اليوم 6 من شهر تشرين الثاني 1995 احتفلت خورنا بغداد بوضع حجر الأساس لدار ماربولس وسط جمهور غفير جعله الفرح يهتف ويصفق
ويزغرد بحماس، وهو يجني ثمر عمل مضني دام أكثر من 4 سنوات، ويعد أن يكون له دورا ساميا في واقع هذا الصرح الروحي والثقافي العظيم. وضع حجر الأساس بثقة المزمر القائم: الله لنا ملجأ وقوة، عونه متوافر لنا دائما في الضيقات. تم احتفال الافتتاح لدار مار بولس برشاقة محية ومذيبا سابت فقراته بالأفراح الغنية والثرية، حيث تضمن فحوى الشعار الذي اتخذه الدار: كأن الله يعظ بألسنتنا. بهمة وبركة سيدنا الجليل المحب بغدادة الأصيل المثلث الرحمات مار قورلوس عمانوئيل بني وكهنة بغدادة، وعبر التنفيذ المباشر من قبل السيد صباح مجيد سكرية وبالتعاون مع اللجان المختصة، لقد تضافرت كل الجهود الجبارة من قبل كل الطيبين وأهل الخير، وأنجبت لبغداد الحبيبة هذه الثمرة الزكية التي لا تعبر إلا عن الحب العميق وعن الاحتضان الوالدي الذي تكنه الكنيسة، كنيسة بيت خديدة، لأبنائها. إن إقامة هذا الصرح إنما يعبر عن روح المواكبة وعن القراءة الدقيقة للأزمنة. اليوم نشيد بكل فخر واعتزاز بصاحب فكرة إنشاء هذا الصرح العظيم، المثلث الرحمات مار قورلوس عمانوئيل بني، الذي بذل كل غال ونفيس من أجل إقامة هذا الصرح، ونستحضر فيه المعاني السامية التي تنبض من قلب هذا الصرح الروحي الثقافي، شاكرين كل من بذل وساهم في إكماله. رحماك يا سيدي رحماك، فذكر الصديق تدوم إلى الأبد. لقد قام المثلث الرحمات مار قورلوس عمانوئيل بني بطرق أبواب ومؤسسات كنسية وخيرية عديدة التي أبدت تجاوباً لطلباتي، فتمكن من توفير المال الكافي للشروع بإقامة هذا الصرح، حيث كانت خرائط قد هيئت مسبقاً من قبل المهندس المعماري الخديدي عامر عزو شموعي. واليوم تمر علينا ذكرى هذا اليوبيل الذي يمثل 25 عاماً من العطاء والإنجازات في خدمة الرسالة الإنجيلية والثقافة والفنون، ويسعدنا أن نحتفي سوياً بهذا الإرث الزاخر. لقد كان المركز على مدى ربع قرن منارة إشعاع روحي وثقافي، احتضن المواهب وعزز الهوية، وساهم في بناء جسور التواصل بين مختلف شرائح المجتمع. ونتطلع إلى مواصلة هذا العطاء في السنوات القادمة لنبني معاً مستقبلاً روحياً ثقافياً مشرقاً. نفتتح الآن الجلسة الحوارية لنخبة من أدباء بغداد، والتي تتمحور حول مسيرة دار مار بولس للخدمات الكنسية خلال ربع قرن. هذه الجلسة سيديرها الشاعر والإعلامي الأستاذ نمرود قاشا، وسيشارك فيها كل من الشاعر الأستاذ جبو بهنام بابا، الشاعر الأستاذ نوئيل جميل، الشاعر الأستاذ بشار البغدادي. بهذه المناسبة ارتأت إدارة هذه الدار أن تخصص المساحة لعدد من أدباء بغداد في جلسة حوارية يعبرون من خلالها عن حبهم وارتباطهم بها من خلال كلماتهم شعراً ونثراً. وقد كانوا خلال عقدين من الزمان تحت خيمة هذه الدار. نحن سفراء أو نسعى لأن نكون سفراء عن المسيح، كأن الله يعظ بنا
وإذا غاب عنا صوت المسيح أصبحنا أجراء. يشاركني في هذا الحوار الزملاء جبو بهنام بابا، بشار هادي سعيد، ونويل جميل، لتكن خطواتنا الأولى مع الشاعر والناقد والتربوي وكاتب الأغاني والترانيم بالعربية والسريانية، والمشارك في كل نشاطات الدار منذ تأسيسها من خلال مهرجانات ثقافية، وأخص منها الميلاد والقيامة. صرح تجلى في بغداد، هذا هو عنوان القصيدة التي كتبها الشاعر جبو بهنام بابا. لك الميكروفون أستاذ. صرح تخطى في بغداد وانتسب، ذكرى مخلدة شعافها عجبا، كالسرحة الغيناء غصن مثمر، وهدى الصلاة وعلمها حببا، ولك السماحة والسجاحة والندى، عمانوئيل صاحب الفعال ذو نسب، تسكو عليك الروح أنت منزه، جوهر يتوقد في فردوسه ذهبا، صرح ينير لبغداد مفخرة، علم وآداب وصدق مذهبا، شعشعت ذكراه ورف ضياؤه، ترانيما ما أحلى وأعذى وأعذبا، دار هو درة بغداد مغنى، بيت المحبة صاب فأخصب، دار كسكان السماء نزاهة، وكالورد دار العلم مزهوا طيبا، كل العاملين به أخلص سبكه، فرفى كماء الزلال تحببا، فانظروا فخمة مكان جنانه، في سحره الحب والإلهام ما نضبا، شكرا لكم من الأرض والعلياء، صفتم كالنضارى نفوسا مهذبة وهاويتم بسيمة. شكرا للأستاذ والتربوي جبو بهنام بابا عندما قال صرح تجلى في بغداد. فعلا إنه صرح ليس في بغداد وحده، بس في المنطقة كلها. كاتب وشاعر وخطاط سرياني، ملأت مخطوطاته الكثير من قاعات هذه الدار، شارك في معارض كثيرة، ومن على هذه المنصة كان صوته يصدح بالعربية والسريانية. اسمه يرتبط ببغداد لأنه أحبها وإليها ينتسب. إنه بشار البغدادي، هكذا يحب أن يسميه. يا بيث بهرة زل الزونة ولربي لبهرخ، يا بيث بهرة زل الزونة وزد له منوثة الشمخ، عمرة بنية بلبواثة قودخ، والكيبد أقرتا بيثا اللخ. يا بيث بهرة يا عمرة وشليحة ملبى منخ، ينبسط بكل رخموثة حبخ، كمي وروخي كمتن يبقاوخ، دي البغرة روحاني بغرخ. خمش وسري شنخ طفلة
وجوانقا بيناثا قملخ خمش وسري شنوخ لثوى إلا بسيموثا بكموخ خمش وسري شنوخ واخني زرقخ بشوبخ أراث التناي قويل بحبخ معفر بدرمانا ألا هايا ذك مدر منخ يا عمره وبيثا ما قدت النخ زوري ومري رخاثة ملبلخ نبوءة ومبوءة الصهيا مشتيلخ ما يتخاي ألا هاي مجريلخ يا بهرة يا عمره ما قد أخبقلخ أخ أمه وخاثة وجوى نقثة ملبلخ دقيناثا شوب دمارا متوخلخ لا بس تنايا إلا روخم دبيرخ لا يا عمره لا الكيباك مروخلخ إلا الإداث بلاخي دمكم إلها أقرتخ الإداث شبانية دم تممها دم قدشهد يشتخ لداثة بلاخي وملباني درخمها كارخ يا بيثة بهرة لا دخلخ هم ليلة دقيارخ لكن مخشكلخ مكل هدار كاثيلخ زور وراب وساوق نيخيلخ عمره ودرقشتر خملقالخ يمشي أبشم دمشي حمارخ خمشه سريشن من يانا لتشيلخ رزنتا طلن ياثق نيخي بقاوخ بكثاور خشلا وبديلا منخ بلبا وصلواثا كم بانخلخ لا بلونة وطينة إلا الصمانة ثبتلخ لقميثة تنيثا ما دي لروخة بقاوخ رن انجل بكل دوكة منخ لمبر بشلقالد أقرتخ هل دها كمباشر بشوبخ ديتو بنيا الكيبا ولام بلخ. فعلا كل الأدباء من جيل نقصد عاصروا هذا الدار من الأسس. قبل هذا الدار لم تكن قاعة في بغداد باستثناء قاعة صغيرة في سرداب دار الآباء الكهنة، إضافة إلى قاعة القونخ الصغيرة. كانت هاتان القاعتان تحتضنان كل نشاطات بغداد الثقافية والفنية، ولكنها بكل الأحوال لا تفي بالغرض. فكان هذا الدار نقلة مهمة ورسالة لكل من يريد أن يقيم نشاط، فهو أبوابه مفتوحة له. المتحدث الآخر في هذه الأمسية تربوي وشاعر وأديب وإعلامي، اختصاص علوم فيزياء، مدرس لغة سريانية، عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق واتحاد الأدباء والكتاب السريان، بالمناسبة كلهم أعضاء اتحاد الأدباء العراق. نثر قصائده في مجموعته الأولى على أسوار نينوى، حصل على جائزة ناجي نعمان في بيروت عام 2009. إعلامي ومدير إذاعة آشور. كتب قصيدة رثاء، ولو هي القصيدة مناسبة، بس رثاء لشخص كانت له يد طولة في بناء هذا الدار. قصيدة رثاء لغبطة المطران ميخائيل جميل، هي مرثية إلى مثلث الرحمات الذي ساهم بشكل كبير في دعم بناء هذه الدار مادياً. سأقرأ قصيدة طقس رثاء لغبطة الجميل، مرثية إلى المثلث الرحمات المطران ماريوليوس ميخائيل الجميل.
شعت سماء في العلياء للصالحين من ترتبوا مع القديسين البررة. تشرق الشمس وتغرب، وما السنين إلا شرقا وغربا لكل من عمر. أدركتك يد المنون خلسة، حيث كان العطاء السخي منك منتظرا. في رحلة الإيمان شددت الرحال فلم تقرر، ولكن الرب قرر. رحماك بثلاث أبصرناك، جسدا ثرا وروحا إلى عليين أبحرا. عمودا في الكنيسة مال ثم هوى، تعبا بعد أن رعى ودبر. عبرت بنا 50 عاما بالتمام، كنت فيها راعيا وخير من عبر. ماريوليوس اخترقت الدنيا زحاما، وأنت للصعاب من محى وقهر. تسامقت ذر الكهنوت خير دعوة، ولسانا للرب مجد وزمر. عظاتك في الكنيسة ينبوع فكر، على القلوب والآذان سال وجرى. جاهدت الجهاد الحسن، وعلى خطى الرسول بولس اختفيت نعم الأثر. توشحت ثوب المعرفة واللاهوت، فكنت الباحث العلامة المقتدرة. بالسخينات بكتك أمة السريان، بشلال من الدمع جرى وانهمر. هذه بغداد كم أحببت ترابها، وبه أبيت إلا أن تتذثر. باسقة شجرة الكنيسة، بها الإيمان وبها الرجاء كان الثمر. في جنان الخلد تلقتك بالتهليل طغومات الملائكة ثم الزمر. ملكوت أعد لك سيدنا الجميل، ولكل من بالإيمان قد بشر. وشكرا.